هنا في محافظة ظفار وفي مهرجان خليج صلالة، وما شاء الله يعني غطيتوا المسرح. شكرا، الحمد لله رب العالمين. بالبدايه نشكر اللجنه المنظمه بمهرجان صلاله السياحي لعام 2018 على اتاحه لولايه نخل للمشاركه، وهي للمره الثانيه لولايه نخل تشارك في هذا المهرجان. قد سبق ومشاركت في عام 2008 وحصلت على جوائز متقدمه، وهذه المشاركه الثانيه والحمد لله رب العالمين. يعني داخلين منافسه، اكيد داخلين منافسه. احنا بدايه جينا نشارك ولايات محافظات السلطنه، وفي نفس الوقت جاي ننافس، وهذا حق المشروع ان ننافس على المراكز المتقدمه، لاننا سبق وان حصلنا على مركز متقدم ونريد ان نتاهل الى افضل مركز اخر. ايضا المحافظه على النجاح هي صعبه بقدر ما انك تصنع النجاح مره اخرى، فهي انتم الان تحاولون انكم تحافظون على هذا النجاح، وايضا التطور في مستوى المراكز ايضا. هذا ما ذكرته هو المحافظه على النجاح ما اسمه نجاحنا السابق، وكذلك نتطلع الى الافضل يعني في هذه المسابقه ان شاء الله. ما بقيتوا شيء ما جبتوه يعني، كل اللي في نخل ما شاء الله من حرفيات وفنون جبتوها يعني، بس تكلمنا عن ابرز الاشياء المشاركه هنا في هذا اليوم. نعم، هذه ليس كل ما في تحت ولايه نخل، هناك الكثير تحت ولايه نخل، ولكن احنا حصرنا في مشاركات معينه من قبل اللجنه، وعلى ضوء هذه المشاركات احنا اخترنا هذه الفعاليات او هذه البرامج للمشاركه في هذا المهرجان. طبعا احنا شاركنا في السعفيات، شاركنا في الصناعات الفخار، شاركنا في صناعات الحلوى والمأكولات الشعبيه، شاركنا في المشغولات النسويه كالصندل والكحل والى اخره من الالوان، كذلك المشغولات الرجاليه، الصناعات الحرفيه الرجاليه كشباك الصيد وصناعه البارود. وانت تعلم ان كانت صناعه البارود محليا، كانت صناعة البارود هي صناعة محلية، فأحيينا هذه الصناعة مرة ثانية. وكذلك صناعة السعفيات، وهذه طبعا صناعة السعفيات توارث فيها ولا يزال نحافظ عليها. يعني انت الاخر تجد الحصير وتجد العلاف وتجد المائدة، فهذه من ضمن المشغولات السعفية. كذلك ما شفتم هي الصناعات الغذائية او المأكولات. نعم، وليست صناعات للتصحيح، هي مأكولات عمانية أصيلة، ويعني هي مشاركة متعددة على أساس أن تضفي جو من الفعالية الطيبة وجو من المرح لزائرين مهرجان صلالة. يعني طيب سعادتك مشكور، احنا نتمنى لكم كل التوفيق في هذه المشاركة، وأيضا نتمنى لكم المنافسة وأيضا الحصول على مراكز متقدمة إن شاء الله من خلال هذه المسابقة. نشكركم، نشكر تلفزيون سلطنة عمان، نشكر على هذه اتاحت لنا هذه الفرصة نوضح بعض الشيء عن مشاركة ولاية نخل في هذا المهرجان السياحي. نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، ونتمنى لجميع الولايات كذلك التوفيق والنجاح، وشكرا لكم. شكرا سعادتك. ومثل ما شفتوا مشاهدين، هذه كانت وقفة سريعة يعني مع أبرز مشاركات ولاية نخل هنا في هذه المسابقة. والآن أنتم تستمعون إلى طبعا واحدة من الفنون العمانية اللي هو طبعا فن الرزحة، وأيضا هناك فنون أخرى راح تكون متواترة خلال الفترة القادمة، وقفات ممتعة نتمنى لكم ومشاهدينا من هنا من مسرح الولايات حيث مشاركة ولاية نخل.